يسعد أوقاتكم حبايب قلبي وين ما كنتوا عم بتتابعوني. رح نعمل مع بعض أكلة كتير طيبة جديدة ومتجددة. رزاتها كتير طيبين بالمكونات اللي فيها وبنكهتها الفريدة. هي أكلة بلاف اللحم من أذربيجان، أكلة كتير معتبرة، فينا نحضرها ونحطها على جنب إذا كان عنا ضيوف وحبينا نكرمهم ونسوي لهم هاي الأكلة، وبعدين نشوف باقي الأكلات والمقبلات اللي ممكن نعملها. فأخدت مقلاية حطيت فيها زيت زيتون ونزلت عليها لحمة غنم حسب الكمية المتوفرة عندكم، لا تتقيدوا بالكمية. أنا هون كان عندي هالكمية وحسيت إنهم قلال فرحت حطيت بمقلاية تانية لحمة عجل، لأنه ما كان عندي لحمة غنم غير هدول، ما بقدر أقليهم مع بعض مشان لحمة العجل بتستوي بتطول لتستوي أكتر من لحمة الغنم. وهون قليت كيلين ونص من البصل شرحات بزيت الزيتون، وبس دبلت البصلة اللحمة صارت مستوية عندي. شايفين الفرق بين هاي اللحمة واللحمة التانية؟ لحمة الغنم أسرع على الاستواء ولونها بضل أفتح، يعني هي سريعة باستوايتها. فهلا بس يختلطوا مع بعض ما رح يبينوا. حركتهم وراح أغطيهم عبال ما أنا أشوف المكونات الباقية. عندي 250 جرام من الزبيب وعندي 200 جرام من المشمش المجفف، قطعتهم لشرائح وهلا رح نزلهم. هلا هي رح تاخد طعمتها من هاي المكونات اللي أنا نزلتها، وبنفس الوقت هلا بس ننزل الزبيب رح أحط شوية، رح أحط الملح وركز الملح أكتر شوي من أي طبخة، لأنه هاي المكونات اللي انتو شايفيها فيها حلاوة. وهون نسيت أقولكم إني أنا حطيت معلقة من الكمون، معلقة كبيرة من الكمون، لأنه البصل بحاجة لكمون. على جرب بمية مغلية رح نزل 5 كاسات من الرز بهالمقاس هاي. أي رز بسمتي أو رز كاس عندكم متوفر، بس يغلى ويستوي 3/4 الستوية رح أخده وأغسله بمي باردة وأصفيه بالمصفاية. بطنجرة ما إلها إيدين بلاستيك رح أحط شوية من السمن الحيواني، سمنة البقر الحلوب بتيجي كتير طيبة. وهون ورق البقلاوة طلعته وفتحتهم، بدي أغطيهم عشان ما ينشفوا وما يعذبوني بالشغل. رح أحط كم ورقة عندي مشان أوزع كل الورقات بالتساوي. فهلأ أنا أخدت ورقتين وطويتهم لأنه كمان نصين، يعني صار عندي 4 طبقات من البقلاوة، من ورق البقلاوة بكل جهة، يعني هاي الجهة 4 طبقات وكل جهة هيك 4 طبقات. ورقتين بس تطووهم بيطلع معاكم 4 هيك عشان يطلع معي سماكة بالورق، وبنفس الوقت يعطيني قرشة كتير طيبة وما يفتح لما تحطوا الرز. بتكون نسبة الرز كمان قوي كتيرة، ما يطق لما يفتح الرز. هاي شوفولي على المكونات شلون تماسكت مع بعضها وصارت روح واحدة. رح اخذ الرزات كلياتهم واحطهم. هلا لكم في ناس بحطوها طبقة الرز وبعدين بحطوا المكونات البصل والحشوة اللي احنا جهزناها وبعدين باقي الرزات، ولكن هاي أطيب طريقة إنه تخلطوا الرز بقلب المكونات مشان يعطي كل حبات الرز تاخد من نفس طعمة الحشو ويطلع معانا طعمة بتجنن. رح أرجع أغطيهم بهالطريقة هاي. وهلا بنزل عليها سمنة. هاي السمنة أنا أحطها هيك على الوجه، سمنة كمان البقرة الحلوب بتعطي كتير طعمة طيبة. وبنفس الوقت كل السمنة اللي انتو شايفينها رح تنزل بنزول للأسفل هيك وتعطيني تحميرة من فوق ومن تحت ومن الجناب. بغطي الطنجرة بدخلها على درجة حرارة بالفرن من فوق ومن تحت أعلى درجة حرارة لمدة ساعة، وبصير معاكم جاهزة. بتتركوها تهدى شوي وبعدين بتقلبوها، وزي ما قلت لكم فيك تحطوها على جنب، وقبل ما يجوا ضيوفكم ساعة بتحطوها بالفرن. بتكونوا عم تشتغلوا على الغاز أكلة تانية أو مقبلات تانية عم بتحضروا ومو فاضيين. فهاي الأكلات اللي كتير بحبها إنها بتتحضر وبتنحط على جنب. هلا رح أقطع معاكم. شوفوا لي هالفتحة هون طلعت بتجنن، منظرها بشهي القلب، بتدلك على المكونات اللي فيها. عن جد جربوها يا جماعة، وفوق هيك إنها أكلة مفيدة يعني. الخبز ورق البقلاوة ما بوصف لكم طعمته، بتجنن طعمته، بقرش قرش وطعمة رهيبة يا جماعة. طعمة زي ما قلت لكم لأن خلطنا الرز بقلب الحشوة طلعت الطعمة بتجنن. واللحمة مستوية على الخالص وحبيت أرجيكم إياها. المقادير كلها متماسكة مع بعض. 250 جرام من الزبيب مع 200 جرام من المشمش مناسبين لهالكمية هاي. واهم شي تتقيد تعرفوا طنجرتكم قديش بتحوى رز، يعني مو انتوا تروحوا تحطوا مثلا 6 أو 7 كاسات. وبتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني